عايزين ياخد منا البيت بالقوه، هو باعهولنا وعايز يستولي عليه تاني يعني هو بعد ما باعه عايز ياخده عايز مننا. ياخده تاني. يا اخي مش هتعيط ربنا فوق، لا اله الا الله. وليته اجت هنا تقعد لها شهر، ده طار وراها قال لها لو مؤاخذه مش طلعتي خدت بعضكم ومشيتي هخش لو مؤاخذه. نزلت جزيرة مطاوع التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر عشان أرصد لكم أحداث مؤسفة جدا. زي ما حضراتكم شفتوا في الفيديو اللي هيتعرض قدامكم دلوقتي، أعمال بلطجة قايمة بين قبيلتين. طبعا الناس عندنا هنا دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين تم الاعتداء عليهم. طبعا البلطجة من الست والراجل مانعين الناس دي تدخل بيوتها. 3 بيوت مهجورين تماما من غير ما حد يدخلهم ولا حد بيستعملهم. أتعرف بحضرتك؟ محمد عبد المعبود محمد، قرية جزيرة مطاوع التابعة لمركز أولاد صقر محافظة الشرقية. يعني احنا نزلنا شفنا بعينينا، يعني الناس مش مستحملين اصلا يشوفوكوا في الشارع. ايه اللي حاصل؟ مش عايزين ندخل بيوتنا خالص ولا عارفين ندخلها ولا عاد فيها أي حد. كله شرد من البيت وطفشوا. أهلي كل هيتهم ما عادش في حد في البيت، لا راجل ولا الست ولا الطفل ولا أي حد خالص. ممنوعين نروح من البيت خالص ولا عارفين نمر عليه ولا عارفين نخش ولا أي حاجة خالص. كل شيء له سبب. ايه السبب اللي خلانا نشوف منظر زي ده دلوقتي؟ اول ما الناس دي شافوكوا في الشارع تم الاعتداء عليكم. كان هيتم الاعتداء علينا احنا كمان. يعني البيوت ديت ملككم، معاكم عقودات واحنا شايفينها والورق بتاعكم سليم. ايه اللي يخليهم يطردوكم من البيوت ديت وانتوا ليه مستسلمين للوضع ده؟ عايزين يستولوا على البيوت بالقوة والبلطجة. بالقوة هم قاعدين فيها؟ كده. لا هم مش قاعدين فيها، هم مانعيننا نروح هناك خالص. عايزين يستولوا على البيت نهائيا. يعني عايزين ياخدوا منكم. عايزين ياخدوا البيت بالقوة بالعافية بالبلطجة بالضرب بالشتيمة بالسب بالقذف، قهر وتطريد. يعني مش عارفين نعيش في أماكن زي الناس اللي عايشة. احنا في بلد دولة القانون، احنا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما ينفعش الناس تشرد من بيوتها. مرت اخويا متأجرة بره وقاعدة في مركز تاني وسايبه بيتها وسابت بيتها، وحاليا طالبه الطلاق عشان مش هتبقى في شقتها زي الناس. مش عارفين نمارس حقوقنا زي الناس اللي عايشه. كل شيء ليه سبب. ايه السبب ان هم بيعملوا معاكم كده؟ عايزين ياخدوا البيوت منكم بوضع عايزين اليد ياخدوا- ولا عايزين يشتروها ولا ايه؟ عايزين ياخد منا البيت بالقوه، هو باعهولنا وعايز يستولي عليه تاني يعني بالبلطجة. هو بعد ما باعه عايز ياخده عايز مننا ياخده تاني وبايعنا البيت يعني واخدين عليه صحه توقيع ومبنيين وقطع طريق الارض الزراعيه اللي مش عارفين نوصل لها برضه. ارضنا 16 جراد ليهم، مش لهم طريقه الا واحد من امام مدرسه جزيره مطاوع الابتدائيه الجديده. مش لها اي مدخل غير شارع 5 متر، والشارع قفلوا بشجر ونخل وبهدله يا فندم. مش عارفين نعيش حياتنا زي الناس اللي عايشه. احنا ناس محترمين وناس مؤدبين وبدنا ناكل عيش زي الناس اللي عايشه. زي ما انت حضرتك شايفه كده، ادي انا جيت اروح قدام حضرتك، ادي اللي حصل لي وادي اللي صار لي قدام حضرتك. ولو مش حضرتكم موجودين كنت اتقطعت النهارده. احنا ناس على الله، ناس بدنا ناكل عيش زي الناس اللي عايشه. عايزين نمارس حياتنا زي الناس اللي تمارس حياتها. بلغنا بدل مره 100 مره. طيب الاجراءات القانونيه اللي انتوا اتخذتوها عملنا محاضر وعملنا قرارات اشغالات وعملنا ازالات. طلعنا قرار ازاله بفتح الشارع من شهر 8 2024 ولحد دلوقتي ما تمش فتح الشارع ولا حد زال ولا حد تعبرنا ولا حد سأل فينا. نتقدم محاضر تنحفظ، يا كده يا هم ياخد براءة يا اما ياخد. يعني حتى صدر عليه احكام ومش حد نفذها لحد دلوقتي. يعني هو مطلوب جنائيا وعليه احكام ولحد دلوقتي ما حدش نزل خده. رحنا المركز بدل مرة 2 و3 و10 وبلغنا وما فيش، ما حدش سأل فينا من المسؤولين نهائيا. عشان احنا ناس ضعاف، المشكله دي عشان قايمه احنا بقالها ناس قد ايه؟ غريبة. احنا بقالنا 5 سنين في 5 المشاكل سنين دي. على الوضع ده مش عارفين تدخلوا بيوتكم. مش عارفين. انضربنا وانهنا واتعورنا واتبهدلنا واتشردنا من بيوتنا. مرت اخويا اجازه من الاردن شهر ما قعدتوش في البيت، منعها راحت قعدت عند اهلها، قعدت 40 يوم والاخر سفرت. محدش قادر يصدر له للشخص ده. مفيش حد. هو من قبيله كبيره ومتعارضين واحنا ناس اضعاف على قدنا. احنا فرد ولا 2 ولا 3. انا واخواتي 3 وانا الرابع. اقليه وهم اغلبيه زي ما حضرتك شايفه. وزي ما حضرتك شايفه الشوم طب والاسلام. انا اعرف بين القبائل في قعدات عرفيه بتفصل بين الناس وبعضها. مش في حد قادر يلمه ولا حد عارف يقعده خالص. زي ما حضرتك شايفه كده. نيجي نروح ناكل العصي والشوم والضرب والسب والقذف. احنا عايزين نعيش حياتنا يا فندم زي الناس اللي عايشه، وبنترجى المسؤولين نقعد في بيوتنا زي ما الناس عايشه في بيوتها. عايزين نقعد في بيوتنا زي الناس اللي عايشه في بيوتها. عايزين نمارس حياتنا زي الناس اللي بتمارس حياتها. احنا ناس ارزاقيه، بنشتغل طول النهار بال100 جنيه واخر النهار نحطها في ايد المحامي عشان نجيب لنا حقنا. مفيش حد سأل فينا. طلعنا قرار ازاله والازاله ما حدش زال.
اجى كار ازاله ووقفوا قدام الازاله ورجعوهم، ومفيش حد سال فينا. رحنا الوحده المحليه واشتكينا، والبيوت زي ما حضرتك شايفها مهجوره، والحريم سابت البيت ومشيت، ومتاجرين بره في مراكز تانية. مرتي اخويا قاعده في مركز فجوس، سابت البيت ومشيت بسبب التهزيء. الوحده المحليه يجوا هنا اعترضوهم وشتموا رئيسه الوحده المحليه وقالوا لها كلام فجور محدش يستحمله. احنا من الناس يعني مسامحه خالص، واهل القريه كده تعرف كده كويس. لو نزل اي واحد مسؤول وقال ان احنا مش شاردين بيوتنا، نتحاسب فيها ونتجازى فيها. لكن زي ما حضرتك شايفه بيوتهم مهجوره ومش عارفين ندخلها. بره قاعدين بالايجار. اقسم بالله البيت اللي دخلته النهارده ده بقالي 3 سنين ما دخلته. اقسم بالله اللي دخلته النهارده كده لو مش حضراتكم موجودين انا مش كنت هخش البيت ولا اعرف اخش. معايا دلوقتي استاذ ايمن، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. ايه اللي حصل يا استاذ ايمن؟ يعني احنا شفنا واحنا جايين اعمال بلطجه قايمه وكل حاجه يعني بعينينا. ايه البلد كلها عارفه ان الراجل دي بتاع مشاكل. وبعد ومش بتاع مشاكل، يعني عيلته يعني مش عيلته، هو يعني اهل بيته هم بتوعت مشاكل. حتى عنده ابن محامي دلوقتي محبوس، واخد ليه مش عارف 3 سنين ولا قدين، برضه شغب وضارب واهانه. ضارب واحد هنا ابن المحامي ده، ضارب واحد على راسه، عمل له فقد وعي، والوقت محبوس بسببه مش عارف 3 سنين ولا كده. الراجل ده عنده 3 اخوات. يا اخي مش هتعيط، ربنا فوق، لا اله الا الله. ده عنده 3 اخوات. ليه اخ في الاردن، وليته اجت هنا تقعد لها شهر، ده طار وراها قال لها لو مؤاخذه مش طلعتي خدت بعضكم ومشيتي هخش لو مؤاخذه اعمل فيكي. والله ما زي ما بقول لك كده بالظبط. هتعمل ايه؟ اتكلمت مع جوزها قالت انا مش قاعده، راحت قعدت عند اهلها وجوزها قال لها هاتي بعضكم وتعالي، خدت بعضها وسافرت الاردن. عنده اخ اسمه خالد هنا في الاصلاح جنبينا هنا، راح جاي برضه نفس القصه. هم يطلعوا لها فوق يلقحوا عليها، لو مؤاخذه يعملوا لها حركات مش حلوه، اطلعي يا بنت، طفشوها من البيت. قالت انا مش عنت رايحه. ومعايا فيديو لنسيبي ده اهو، وهم ماسكينه بيضربوه. بس احنا يعني هو ذات نفسه، انا حتى بكلمه عليه امبارح بقول انا مش عايز، يعني لما وجهي انا مني في البلد وكده، مش والله لو شفتيه انت يصعب، يعني مش اقول لك يعني وضع مخزي. مكتفين وبيضربوا فيه بالنبابيت. يعني هو لو مش منظر حتى، يعني معلش الفيديو ده يتنشر قدام الناس، يعني انا والله انا من يعني انا نفسي ان الفيديو ده يتنشر. راح النياب، رحنا المركز، رحنا البتاع اهان، طفشوهم من البيوت. ده لي اخ اسمه خالد برضه تاني، وليته فضلوا برضه لما طفشوها من البيت، والوقت قاعده بالايجار. يعني شوفي معلش تلت بيتهم الوقت دول طفشوهم كلهم من البيت، وزي ما انت شايفه كده انتوا رحتوا، يعني معلش قسما بالله ده ما يقدر يروح الا بحضوركم كده، ما كان يقدر يوصل البيت. يعني معلش هو سمع ان هم فاتحين باب في البيت، هو عايز يروح بقى يقول له مثلا لفلان نروح شوف ليه هم فتحوا كده. انا وهو النهارده كنا في المركز، عمل محضر في، رحنا مباحث ولاد صقر، هو راح وقدم طلب، قال الوقت بيتي مفتوح وزي كده، قالوا اعمل لي محضر. رحنا محضر هو بالنيابه، لا يعني زهقنا محاضر وزهقنا، وانضرب في رمضان اللي فات واتبطح وزهق وزهقنا. ما الراجل دي زهق، الراجل دي اسمه داب، الراجل دي الناس دي مش بقول كده، الراجل ده مش بتاع مشاكل، الراجل ده راجل لو مؤاخذه بمحر وعلى قد معلش بعربيته بيروح اخر النهار العمال بتاع، مش ليه في مشاكل ولا ليه في اي حاجه. والناس دي فاضيه كده للعربده. قعدوا مره قبل كده، ما انت معلش يعني سمعت انت بتقول لي في ناس كبيره في البلد ويقعدوا بتاع، ده مش بيكبر لحد. فمره قعد معاهم وسرق نعاجهم وسرق بتاع ودبحهم وكلهم وخد منهم فلوس، ورجعت ريمه لعادتها القديمه. برضه ناس قعدت والله زي ما بقول لك دبح معلش معيزهم وغنمهم وكلها وخد منهم فلوس. وكل 3-4 سنين يحصل نفس القصه زي ما انت شايفه، 3-4 بيوت متهجرين وعلى كده. ولو سالت في مطاوع كلها هيقول لك حضر بينا وبين، يعني انت معلش لو طلعت في الشارع دلوقتي وبدك تصوري مع واحد تقول لي الراجل ده، هيقول لك لا حضر بينا وبين رب، لا مش ندعوا بيه. اقسم بالله، وبلطجه وعربجه لا نيابه ماشيه معاه، نروح لمين؟ والله معلش احنا في بلد قانون، احنا دلوقتي لغايتنا مركز، رحنا النيابه، رحنا انا وهو رحنا مديريه الامن، والله ما خلينا. ان شاء الله دولتنا دولة اقسم بالله ما خلينا، احنا في دوله قانون، بس مش عارف احنا معلش محافظه الشرقيه يعني معلش فيها مسؤول يغيث الراجل ده اهو،
يغيث الراجل دي لوجه الله بس، مش اكتر ولا اقل. بيوتهم ولا عارفين يخشوا، مش شاردين. الراجل قفل الارض، حتى الارض الزراعيه اللي هم عايزين ينزلوا، راح جاي جاب شجر. يجوا بتوعته الوحده المحليه عشان يزيلوا، مش قدروا يزيلوا منه، ما قدروش يزيلوا منه الازاله. شتم بتاعت الوحده المحليه الاستاذه كريمه وتشهد بالكلام دي، اللي صفتك اطلع يا بنت يعني معلش مديرة إدارة هندسية ولا معلش مديرة وحدة محلية. طردوها وطردوا الناس وضربوهم وتطلعوا والفاظ شينة. كل اللي يروح هناك بلطجة وكده. مش عدنا عارفين لنا حل. الناس دي مش عدنا عارفين، مش عارفين نوصل معهم لحل. عايزين حد من الناس حد يغيثنا لوجه الله. طلباتهم مشروعة جدا، عايزين يدخلوا بيوتهم لا اكتر ولا اقل. كل ما يجوا يروحوا البيوت يتم التعدي عليهم زي ما حضراتكم شفتوا في الفيديو. يعني احنا شفنا بعينينا، رحنا عشان نصور البيوت اتبهدلنا في قلب الشارع، وهما كمان اتبهدلوا في قلب الشارع من واحدة ست وراجل زي ما حضراتكم هتشوفوا في الفيديو. كلنا ثقة في قضاء مصر العادل، كلنا ثقة في نيابة أولاد صقر، كلنا ثقة في مباحث أولاد صقر. الناس دي عايزة تقعد حياة كريمة وتعيش في بيوتها معززين مكرمين، سايبين بيوتهم وقاعدين بالإيجار، وده ما يرضيش ربنا أبدا. طبعا الكلام على مسؤولية روي والطرف الثاني حق الرد. بكده انتهت حلقتنا النهاردة. دمتم في رعاية الله وأمنه. كان معكم سميحة صلاح في حديث الشارع.